بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص المكنة دي اللي كانت جاية في الطرد ده، وعرفناكوا ازاي تبعت المكنة للصيانة عندي في دمياط عند حامد محاسن. بفضل الله احنا افضل ناس بنصين مكن المزر على مستوى جمهورية مصر العربية بفضل الله. طبعا زي ما قلنا كان هنا الحام اتعمل وهنا الحام اتعمل، وزي ما وعدت ان انا اركب القاعدة الجديدة اللي بتيجي في الكيسة دي كده، ودي القاعدة القديمة اللي كانت مكسورة، وعملنا اللحام ده بتاع حامد محاسن. احنا عاملينه بحيث ان الراجل يحتفظ بالقاعدة بتاعته القديمة، يمكن يحتاجها في وقت ما. ده اللحام اهو بفضل الله، لحام زي يعني شغل شركة بفضل الله، ما تقلقش ولا يتكسر ولا يفتح منك، وبنفس المقياس بتاع القاعدة الجديدة اهو. ودي القاعدة الجديدة بتيجي بالشكل ده كده، وحرف الام العلامة الحمراء بتبقى كده اهي. اول حاجة يا جماعة بنركب السوستة الجانبية. دي السوستة الجانبية بتركب هنا كده، وفي اللحام اللي عملت لها بروز هنا علشان تثبت فيه. وبعد ما بركب السوستة الجانبية بجيب القاعدة وازقها برفق في المكان دوت كده لحد ما توصل برفق في المكان. وبعد كده بجيب المسمار بتاع النص هنا، واجيب المكنة على الاخر معايا وافرملها كده، وببدأ احط المسمار وادق دقات خفيفة عن طريق المفك بتاعي. المفك دوت كده ادق دقات خفيفة لحد ما احس ان المسمار بينزل معايا، وبجيب المفك الصغير وابدأ اربط. هنا ببدأ اربط بقى لحد ما الرباط يجيب اخره معايا، وافك كده والقاعدة ماشية معايا تمام. طبعا ركبنا هنا سفنجة. الخطوة اللي بعد كده بنحط علامة الام بتاعة شركة مزر هنا كده يا جماعة بالشكل ده كده. ركبنا علامة الام الزر الاحمر بثبات، بنحط السلاح الصغير كده وبنحط السلاح الكبير كده، وبنبدأ نجيب المسامير علشان نربط المسامير بتاعتنا. بظبط وضعية السلاح بلقاها منتظمة تمام، ابدأ اقرط الربط بتاعي هنا كده، وابدأ اقرط الربط بتاعي اجمد عليه. بشغل مكانتي واحط لها زيت مكن وحافظ للسلاح ومزل الصدأ. بكده المكنة خلصت في الصيانة، وان شاء الله هنبعتها للعميل صاحبها على خير ان شاء الله. سيب لك رقم الواتس.